الكنافة الأساور والكورنيه من أكتر الحلويات اللي مفيش عليها اختلاف، كلنا بنحبها وبنروح نشتريها بمبالغ كبيرة. ما نقدرش ننكر ان هي عمايلها شوية متعبة، ممكن ما نظبطهاش، بس انا هقولك تعمليها ازاي. علبة الكنافة دي بتيجي متشكلة جاهزة، فبتريحك كتير جدا من تشكيل الكنافة. بتجيبي بقى شوية سمنة بلدي كده تسيحيهم، وتبدأي تنزلي الكنافة بتاعتك في السمنة وتطلعيها تحطيها في الصاج كده زي ما انت شايفة، يا دوبك تنزلي وتطلعي تنزلي وتطلعي. ممكن تحطيها وتشيليها بشوكة كده زي ما انت شايفة. السمنة بتاعتي سمنة بلدي سمنة صناعي زي ما انت عايزة، بس انا بصراحة استخدمت سمنة بلدي وتبقى معايا شوية هري، انا مش هرميهم. الكنافة الكورنيه كمان عملتها بنفس الطريقة كده، بقيت انزلها في السمنة واطلعها احطها في الصاج، وفي الوقت ده انا مشغله الفرن جنبي ومسخناه على درجه حراره 200. وهبدا ان انا بقى اخلص كميه الكنافه بتاعتي كلها وادخلها الفرن. عندي الشربات بتاعي جاهز، عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه ونص من الميه وعليهم عصره ليمون، حطيتهم على النار لحد لما الشربات بتاعي استوى كويس، اخد حوالي على النار 10 دقايق. طفيت عليه النار وسبته لما برد، وبعد كده شربت بيه الكنافه بتاعتي. لازم تتاكدي ان الشربات وصل لكل وحده كنافه كويس قوي، وان الكنافه بتاعتك شربت الشربات كويس. طبعا تقدري تنزلي الكنافه دي في الشربات وبعدين تطلعيها، او ترشي عليها زي ما انا عملت كده وتسيبيها بقى لما تبرد خالص تعملي لها الحشوه بتاعتها. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه في الكريمه. نص كوبايه من اللبن، حطيت عليها باكو من الكريم بتاع الدريم، وحطيت عليها كمان معلقه من البسكوتين، وبدات ان انا اضربها بالمضرب زي ما انت شايفه. طبعا اللبن بتاعي ساقع جدا من التلاجة، ويفضل يكون فيه قطعه تلج. طلع معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. جبت بقى مانجا وقطعتها وحطيتها على الكريمه علشان لما احشي الكنافه الكورنيه بتاعتي دي تبقى كنافه بالمانجا. شفتي بقى الموضوع طلع سهل ازاي؟ اوعي تكوني وصلتي لحد هنا ولسه ما عملتيش اللايك والشير. قلبت بقى المانجا بتاعتي في الكريمه كويس قوي، وهبدا ان انا اجيب كيس حلواني زي ده كده بيجي من عند مستلزمات الحلويات، وهحط فيه الكريمه بتاعتي. هفضيها كلها جوه الكيس زي ما انت شايفه كده عشان لما احشي الكورنيه ما بهدلش الدنيا. وهبدا ان انا اربط الكيس بتاعي من فوق علشان الكريمه ما تطلعش معايا من فوق لما اجي احشي. واقطع حته من الكيس بتاعي من تحت، وابدا بقى ايه امسك الكورنيه بتاعتي دي قرطاس قرطاس، وابدا ان انا احشيها بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. شفتي بقى الموضوع بسيط وسهل ازاي، وبتروحي تدفعي فيه دم قلبك عند الحلوانيه. الموضوع مفيش اسهل من كده. بدات ان انا اعمل بالشكل اللي انت شايفاه ده، وطبعا الكنافه انا سبتها لما بردت خالص عشان ما تسيحش الكريمه معايا. اما بقى بالنسبه للكنافه الاساور فانا حشيتها كندر ولوتس ونوتيلا بيضه، وكنت حطاها في اكياس عاديه مش اكياس حلواني. قطعت الجزء الزياده ده علشان ما يضايقنيش لما اجي احشي الكنافه الاساور بتاعتي. وبدات ان انا اقطع من البوزه بتاعه من فوق كده علشان اقدر احشي بيها، وهي محطوطه في الطبق زي ما هي. هبدا ان انا انزل بقى باللوتس بتاعي في قلب الوحدات بتاعه الكنافه الاساور دي كده زي ما انت شايفه. هحشي بقى طبعا الحشو ده انت تقدري تعملي الحشو اللي انت عايزاه، ممكن تحشي برده كريمه. انا حبيت بس اديكي افكار انت بقى تبدعي فيها زي ما انت عايزه. وده كان كندر، حشيت شويه كندر وشويه لوتس وشويه نوتيلا بيضه. عايزه تحشي كريمه ماشي، عايزه تحشي نوتيلا بني ماشي، عايزه تحشي بيستاشيو ماشي. ده شيء يرجع لك. الكنافه دي يا جماعه اسمها كنافه كاندي، هي بتيجي جاهزه كده العلبه على بعضها. الاساور 45 قطعه، والكورنيه بيبقى 16 قطعة. وزي ما انت شايفة بتيجي مظبوطة وممتازة. والكنافة الهري اللي بتبقى حواليها انا مش برميها، بحطها في كيس في التلاجة وبعمل بيها كنافة بالمانجا وبس كده.